دايما بنسال من المرضى اللي هم بيكونوا في المرحله الثانيه وعندهم موت نكروزي في راس عظمه الفخذ، امتى يا دكتور اتاكد ان التثقيب هينجح ولا مش هينجح؟ فاحنا لازم نعرف ان في بعض القياسات اللي ممكن نعملها على الرنين تدينا فكره هل التثقيب ده هينجح ولا لا، وهي قياس الزاويه اللي احنا شايفينها اللي فوق دي، ودي اسمها كاربول انجل، وعشان كده سميناها اسم تاني يدينا حتى انطباع عن فكره الزاويه دي، وسميناها زاويه الموت النكروزي. وقسمناهم لثلاث مراحل. لو المريض واقع في الجروب الاولاني اللي هو اقل من 190، ساعتها ده بنقول ان هو لو ريسك، ممكن ينجح في عمليه التثقيب. اما لو المريض واقع في الجروب اللي في النص اللي هو المودريت ريسك ما بين ال 190 لحد ال 240، ساعتها نسبه نجاح العمليه بتكون الى حد كبير 50 ل 50. اما لو المريض واقع في الهاي ريسك جروب اللي هو اكتر من 240 الزاويه بتاعته، ساعتها احنا بننصح المريض ان هو ما يعملش عمليه التثقيب دي نهائيا، لان نسبه فشلها بتكون عاليه جدا. لو المريض ظهر عنده حاجه اسمها كريسنت ساين او العلامه الهلاليه في سطح المفصل، ده معناه سطح المفصل حصل فيه كسر او شرخ، ساعتها العلاج التحفظي او ان احنا نبدا نعمل جوينت بريزرفيشن في الغالب النتائج بتاعته بتكون سيئه جدا، وبيكون الحل الامثل هو تغيير المفصل. وهي دي الكريسنت ساين زي ما انتم شايفينها كده، اللي هي العلامه الهلاليه اللي احنا موضحينها لكم.